المصري التي تحمل الرقم 4 بالنسبة للفراعنة، بينما المنتخب السعودي يخوض هذه المباراة أمام جماهيره هنا في ملعب الإنماء، وإن كان أيضا جماهير مصرية كبيرة تحضر لمساندة منتخب بلادها في هذه الأجواء الجميلة للغاية. نرحب بالجميع ونرجو أن نستمتع وإياكم بأحداث هذه المباراة. يمني النفس إنه هذا الجيل قادر على تحقيق الانتصار الأول في كأس العالم، قادر على الذهاب بعيدا في المونديال. الله على زيزو، عدى زيزو في المرة الأولى، تمريرة جميلة خطيرة ومحاولة مرور كرة، يا إلهي، هدف مصري أول عن طريق إسلام عيسى. إسلام يا عيني إسلام، كرة جميلة في الشباك بعد عمل رائع من جانب زيزو. سجل المنتخب المصري مبكرا قبل أن تكتمل الدقيقة الرابعة في أحداث هذه المباراة بعمل فردي رهيب جدا، بمهارة عالية جدا، بإمكانيات كبيرة لعيسى. بالنسبة للمنتخب السعودي طويل الكرة على مستوى الجهة اليمنى، خطيرة باتجاه زيزو. زيزو يحاول أن يمر، زيزو أمام تغطية، تمريرة إلى محمد هاني، عرضية بالراس خطيرة، والثاني للمنتخب المصري بروعة. الله، ما أجمل اللقطة، روعة روعة روعة. هدف مصري ثاني بلمسة ساحرة، بكرة عرضية جميلة، باستقبال براسية من القائد تريزيجيه، سجل الهدف الثاني للفراعنة في هذه اللحظات. على الجهة اليسرى خطيرة لمصعد مرموش يحاول أن يمر أمام كنو، بالعودة إلى زيزو، زيزو التسديدة، ولكن الحارس يتألق في التصدي للكرة الأخيرة. لا زالت مصرية عن طريق تريزيجيه، عرضية لمست في الدفاع وعادت بتسديدة أخرى، لكنها جاءت بعيدة. تصدي رائع من جانب نواف العقيدي لكرة زيزو في أقصى الزاوية، ولكن ردة فعل من جانب الحارس. تريزيجيه، مروان، إمام، تغيير اتجاه اللعب. الله على هذه اللمسة الجميلة خطيرة باتجاه زيزو بكرة، ولكن الدفاع يتدخل. الثالث لمصعد المنتخب المصري، فشل الدفاع في بعض اللقطة، لكن حدثني عن اللمسة الرائعة من جانب إمام عاشور. دفاع يعاني كثيرا رونار في هذه المباراة. الثالث لمصعد المنتخب المصري عن طريق زيزو ومرموش في اللقطة الماضية. البداية كانت في الأصل من جانب إمام عاشور، اللي اختصر المسافات والمساحات بتمريرة طويلة، هذه التي أقصدها بالذات، هذه التمريرة بالذات. الخطأ الدفاعي القاتل فادح في الخط الخلفي للأخضر، ثم بعد ذلك يفشل الدفاع في 3 في ملعب الإنماء. مرتدة سريعة مصرية في هذه اللحظات، كرة تصل أمامية، مرموش يحاول أن يمر، قوية التسديدة، مرموش، تسديدة قوية من خارج المنطقة، تخادع الحارس نواف العقيدي، والرابع للفراعنة عن طريق عمر مرموش. يا لها من تسديدة مخادعة ورائعة، كرة بدون خطورة على المرمى. هيثم يفتك كرة على حدود المنطقة، خطيرة بتسديدة، لكنها جاءت بعيدة. ضربة الآن مع الاستعدادات الرائعة، يمكن أن نشاهد ذلك. كرة على الجهة اليمنى، خطيرة مرة أخرى، هيثم يحاول أن يمر بتسديدة، ولكن حارس المرمى على مرتين نواف العقيدي، على مرتين يتصدى اللقطة الأخيرة. جدا من جانب هيثم، حسن يحاول أن يمر أمام سعود عبد الحميد، هيثم باتجاه محمد هاني، تمريرة داخل المنطقة، محاولة مرور تسديدة، لكن برافو التغطية في اللحظة الأخيرة من جانب ريان، يبعد الخطر لتذهب الكرة بعد ذلك إلى وجود رمية جانبية. إبراهيم حسن شبات الثلاث، ربما مع هذه اللقطة، ربما مع هذه الكرة، سعود يبحث عن تسديد قوية، لكنها مرت. كرة كانت في منتهى الروعة من جانب سعود، مجهود فردي، برافو سعود عبد الحميد في المكان اللي لم يعتد عليه كظهير ايسر، يمر في اللقطة الماضية وبالقدم اليمنى في الزاوية البعيدة. المرة الأولى نشوف تهديد لمرمى الشناوي،